مش متعود اعلق على ترندات، بس الفترة دي في كام ترند كده منتشرين. ان في بلوجر او ممثل او ناس مشهورين اتجوزوا وعايشين قصة حب خيالية، والناس بتمنى ان هم يعيشوا نفس قصة الحب بتاعتهم دي، وفي الاخر يتفاجئوا ان تاني يوم بيعلنوا عن انفصالهم. وتبدأ بقى البوستات اللي هي بتنتشر بقى، اللي هو انتوا لسه عايزين تتجوزوا؟ ده البلوجر طلق، ده اللي مش عارف الممثل معين انفصلوا عن بعض. ده يعني حاجات بقى غريبة، طاقة سلبية طول الوقت للناس. بس انا كنت حابب اعلق على الموضوع ده واقول يعني ان احنا مش شبههم خالص. الناس دي حياتهم غير حياتنا. الناس دي طول الوقت بيمثلوا ان هم بيحبوا بعض، بيحاولوا يظهروا الحب والرومانسية والحياة اللي هي المليئة باللفلفة طول الوقت، بشكل فيديوهات ومفاجآت وحاجات بيعملوها. وكل الحاجات دي هدفها ان هم يعلوا الريتش بتاعهم، ان هم يعلوا الفانز، ان هم يعملوا فلوس كتير جدا. وعن طريقنا احنا، عن طريق المشاهدات اللي احنا بنشوف لهم التفاهات بتاعتهم. صدقوني اللي بيحب حد ما بيسيبوش. اللي بيحب حد ما بيقعدش كل شوية يصوره، يعني يصورها الست اللي معاه، يفضل يصورها كده وينزل صورها وحاجات زي كده. صدقوني اللي بيحب حد بيحافظ عليه قوي، بيخاف عليه جدا. وديننا دين الاسلام قال كده كويس. والقوامة. والحاجة التانية اللي انا كنت حابب برضه اتكلم عليها، ان مين يصرف على البيت، يعني الراجل ولا الست؟ طيب علشان الموضوع ده عليه برضه خناقات كتير. واكتشفت يعني ان في رجاله، يعني مش عايز اقول عليهم رجاله، بس يعني هم ذكوره قاعدين في البيت وحريمهم بيصرفوا عليهم. فيعني مش هتكلم عن الفئه دي، بس هنتكلم بشكل عام كده عشان نفصل، او نبقى عادلين في الموضوع ده. والله موضوع ان الراجل إن يسمح ان الست تشتغل ولا لا، او الست تنزل تشتغل ولا لا، دي بترجع باتفاق الطرفين. يعني لو الاتنين راضيين ان هي تنزل تشتغل، مفيش اي مشكله في الكلام ده. الشغل ولا عيب ولا حرام للست يعني. بس من القوامه، يعني ان انت تكون راجل، ان انت تصرف على البيت. والقوامه دي رجال قوامون على النساء، في ان انت المفروض تكون المصدر الامان ليها. امان مادي، امان معنوي، امان كل حاجه. فالمفروض ان انت بتكون قايم بدور القوامه ده، وانت اللي بتصرف عليها حتى لو بتشتغل، وانت اللي بتصرف على البيت حتى لو هي بتشتغل، وانت بتدي لها برضه مصروف حتى لو بتشتغل. كده كده الفلوس اللي هي بتشتغل بيها دي بتاعتها هي، ده فلوسها هي. هم البنات برضه ليهم احتياجات كتير، ومصاريفهم كتير جدا. فهي برضه هتشيل عليك عبء كبير من المصاريف عشان نكون متفقين يعني. بس مش مطالب منك ان انت تطلب منها ان هي تدفع فلوس. تمام. وبرضو من حقك ان انت تتفق معاها اذا كانت هي تشتغل او لا. تمام. والمفروض لو اشتغلت ان هي برضو تراعي ان هي ما تكونش ست مهملة، سواء لجوزها او لبيتها وعيالها. تمام. والمشاركه برضو كويسه، يعني لو انا قدرت ان انا اساعد بحاجه، وان انا اساعدها، وان انا اكون سبورت ليها في شغلها، وان انا اخليها تنجح، فدي برضو حاجه كويسه. فبس اهم حاجه ما تكونش حاجه تقلل من قوامتك كراجل يعني.